في الفيديو ده انا هعرفكم شوية حقائق مثيرة جدا عن التخاطر، وانك ازاي تخلي شخص يخش يكلمك او على الاقل يتأثر لا واعيا. التخاطر بالنسبة لي هو مثلث متكون من 3 اضلاع: مرسل ومستقبل والرسالة. لازم يكون في شخص انت بتبعت له رسالة، ولازم تكون اوريدي محدد الرسالة دي من قبل ما تبعتها له. وحابب انوه لوجود بعض الشروط لنجاح التخاطر. رقم 1 ان الشخص ده يكون في بينك وبينه مشاعر، حتى لو كانت بالقدر البسيط. حتى لو مشفتوش في حياتك وعلاقتك بيه سوشيال ميديا، طالما وجود المشاعر موجود، اعرف ان التخاطر ممكن ينجح. التخاطر مش حرام، لان في ذكر قبل كده ان الصحابة كتير جدا حصلت لهم ظروف مشابهة للتفسير العلمي للتخاطر دلوقتي. وغير كده ان هو حس عندنا ان احنا مش بنستعين بشيء كالسحر مثلا، ان احنا نعمل بيه حاجة معينة، لا ده احنا الشيء ده من جوانا احنا كحس عندنا. تمام. بس هيكون حرام في حالة انك تعمل تخاطر لشخص انت عارف ان هو مرتبط بحد تاني. انت كده بتخليه يحس بميل تجاهك في الوقت اللي هو المفروض مع حد تاني وملتزم بعهد. دي نقطة مهمة.